البرجر طعم وهمي، لازم تجربوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل متابعين قناة بيت العيلة مع نسمة محمد. شرفتوني ونورتوني، يا صباح الفل عليكم، يا صباح الجمال عليكم. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا وكل الأطفال بتحبها. هنعمل مع بعض البرجر بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان حاجة نضيفة في البيت ومضمونة 100%. مش هنحتاج بعد كده نوكل ولادنا من الشارع. صلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا معايا ده نص كيلو لحم. البرجر بتكون اللحمة بتاعته شوية فيها دهون، فطبعا عشان اللحمة بتاعتي هنا حمرا انا نزلت عليها كده بشوية من اللي هي الضاني مبشورة. ممكن تجيبي ربع كيلو لحمة ضاني وربع كيلو لحمة اللي هي البقري، لكن انا فضلت اني اعملها بلحمة بقري واحط عليها الدهون بتاعتها تكون من الضاني. المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها على البرجر بتاعنا، معانا خلطة البرجر دي بتتباع في اي سوبر ماركت، ومعانا كمان معلقتين بقسماط. بدل معلقتين البقسماط انا استبدلتهم معايا يعني بحوالي كيس كده من الفيجيتار. طبعا انا مستخدمة فيجيتار حار، ممكن تستخدمي فيجيتار عادي. معايا كمان معلقة كده من الفلفل الاسمر، ومعايا معلقة من الملح، ومعايا كمان معلقة من بهارات كده من عند العطار، بهارات مشكلة. ومعايا بقى حبة صغنطاطين خالص من جوز الطيب، زي ما انتوا شايفين مش كتير. وكمان معايا معلقة كده، ربع معلقة من القرفة، طبعا بتعلي التست جدا بتاع اللحمة، بتدي تست تحفة. هنقلب كل المكونات اللي معانا ديت على بعضيها كده، نحاول ان احنا نعجنها كويس كده معانا. واول ما نلاقي المكونات بتاعتنا كده ابتدت ان هي تختلط معانا وكل التوابل كده دخلت في اللحمة، او يعني في المرحلة دي هننزل ببضاية. شايفين يعني البضاية هنا عشان تمسكلك البرجر بتاعك وما تخلوش يفك منك في النار. على فكرة مقادير البرجر مظبوطة جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وكمان الطعم بتاعه والله العظيم التوابل ماسكة في ايدي، يعني قعدت ماسكة في ايدي كتير. الريحة بتاعته يعني جامدة جدا وهو لسه كده بيتقلب، ما بالكم بالطعم بقى بعد ما طاب. طبعا انا قلبت كل المكونات كده في بعضيها وهسيبها ترتاح شوية عشان كل التوابل كده تدخل معانا وتدي نكهة كويسة للحمة بتاعتنا. هنسيبها بقى ترتاح شوية وهرجع اوريكم هنعمل فيها ايه. كده سبتها شوية اهو، حوالي نص ساعة ولا حاجة، عبال بس التوابل بتاعتنا كلها ما دخلت في بعض. ومعايا طبعا ده غطا عادي، يعني غطا علبة عندي عادي. هبتدي كده ان انا اخد من اللحمة نعملها كور. لازم تكون الكور قد بعضيها، او على قد ما تقدري كده بعينك كده تخلي الكور قد بعضيها. ناخد حتة من اللحمة ونكورها ونعمل بقى كور قد بعضيها كده، ونشوف هي هتطلع معانا ايه، قد ايه. هي ممكن تكفي لغدا، يعني لو هنعملها في غدا او هنعملها في عشاء للولاد، جميلة جدا ممتازة. على فكرة انا زودت الكرات شوية، يعني كبرتها شوية. لو حابة انك تعمليها اصغر من كده كل واحد وايه ويذوقه بقى في الاكل بتاعه. تمام. معايا بقى ايه، انا بقى دلوقتي ما عنديش اللي هي بيتعمل فيها البرجر، الجهاز بتاع البرجر ده. طيب هعمل ايه، انا جبت غطا برطمان اهو. هحط فيه ايه بقى، معايا اكياس. الاكياس دي مقطعاها اكياس تلاجة عادية، وانا مقطعاها قد بعضيها كده. بصوا يعني مقطعاها بالمقص. هبتدي ان انا احط في الغطا اللي معايا ده كيس اهو، وهاخد واحدة من الكور اللي انا عملتها دي، وهجيب كيس تاني وهحطه من فوق البرجراية. هنبتدي ان احنا نضغط كده عليها، تتفرد معانا طبعا بكل سهولة. عايزة اقول لكم الريحة بتاعته جامدة، الريحة جميلة جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. بنبتدي ان احنا كده نبططه كده جوه
جوه غطا البرطمان. طبعا لو انت عندك الجهاز بتاع البرجر هيبقى عظيم جدا وهيعمله معاكي حلو قوي. طب انا ما عنديش بقى الجهاز وعايزاه يطلع مخطط. بصوا ديت الشاكوش اللي انا بدقدق بيه الحاجات بتاعتي. فهبتدي كده ان انا اضغط بس كده ضغطة خفيفة، وبصوا شايفين علمت على طول. هخرجها وهضغط من الناحية التانية ضغطة خفيفة كده بتعلم معايا على طول. طب انا بقى ما عنديش الشاكوش ولا عندي اللي بتعمل الجهاز ولا عندي، عايزة اعملها بعلامات. هعملها ازاي؟ هوريكم بقى في البرجرايه اللي جايه دي. طبعا برضو اخدنا كيس وحطينا الكوره فيها من جوه، بطت 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 وطبعا هنخرجها بقى كده المره دي. معايا بقى هنا عود اللي هو بتاع شيش طاووق. بصوا يعني انا حبيت الطريقه دي كمان عن الشاكوش. جميله وسريعه، اسرع من الشاكوش بكتير، وبتفضل معلمه في البرجر بتاعنا. هتشوفوا معايا في نهايه الفيديو هيكون عامل ازاي. بصوا النقشه واضحه جدا كده. خلصت كل الكميه بتاعتي، وبصوا النقشه بتاعته ما شاء الله واضحه جدا وباينه جدا. هبتدي بقى ان انا ايه حابه ان انتي تفرزيه. هتبتدي ان انتي ترصيه في الطبق بتاعك وتدخليه الفريزر وتفرزيه زي ما هو كده. بس حابه ان انتي تشتغلي بيه على طول اشتغلي بيه، وعلى ضمانتي بالمكونات ديت مش هيفك معاكي. حابه ان انتي تسيبيه يرتاح شويه في التلاجة، سيبيه يرتاح شويه وطلعيه فك يعني فكيه واشتغلي فيه على طول. دي بقى المكونات اللي احنا هنعمل بيها الساندوتش البرجر بتاعنا. طبعا انا معايا كابوتشي ومعايا زيتون ومعايا بطاطس محمره، معايا كاتشب ومايونيز، ومعايا جبنه شيدر، ومعايا طماطم كده شرايح. حط بقى طبقات بقى وابدعي وفنني يعني اعملي كل اللي انتي عايزاه بقى، واكلي ولادك حاجه نضيفه، حاجه زي الفل، حاجه بيتي جميله جدا. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، لان احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير مع جميع اصحابكم، وكمان ما تنسوش الكومنت اللي بيعبر عن رايكم، بيفرحني جدا وبيساعدني الكومنت بتاعكم. كنتم مع نسمة محمد، مع السلامه.